بس الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده فطيره فراخ ب3 شرايح بانيه بس، وكمان بدون عجن ولا دقيق. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا هبتدي في البهارات: بابريكا عاديه على مدخنه، وكركم، وكزبره ناشفه، وتوم بودره، وبصل بودره، وفلفل اسود، واوريجانو، وشطه طبعا حسب الرغبه، وكمان جنزبيل وملح حسب الرغبه. البهارات ديت اسمها الكيجن، بس انا اختصرتها عليكم عشان اللي مش عارفها يبقى عارف مكوناتها متكونه من كام بهار بالظبط. وعليهم كمان معلقه كبيره زيت زيتون او زيت نباتي، بس يستحسن يكون زيت زيتون. هقلب كله كده مع بعض. هنزل عليهم بالفراخ، انا مقطعاها كده قطع صغيره، وهسيبها في التتبيله مثلا نص ساعه يعني بالكتير قوي، وهبتدي اشتغل فيها بعد كده. على بال ما تتبل هقول لكم الصوص اللي احنا هنعمله. الصوص سهل خالص. عندي هنا كريمه لباني، المتاح بتاع يعني البديل بتاعها كوبايه لبن، عليها معلقه كريمه شانتيه خام كبيره، وكمان معلقه لبن بودره، تضربيهم بالهاند بلندر او بالمضرب البيض. عليهم معلقتين جبنه كريمي، انا مش متاح عندي جبنه كريمي فحطيت فته، مفيش مشكله خالص. وهحط كمان شويه موتزاريلا واقلبهم كده مع بعض عشان كل حاجه تتجانس وتدوب. هزود بس سنه ملح بسيطه، وكمان رشه فلفل اسود، وخلاص على كده هطفي عليها. بعد ما خلصت الصوص هبتدي اجهز لتسويه الفراخ. حطيت معلقه زيت زيتون وفيها فصين مستكه. هنزل كده بالفراخ لحد ما تاخد عندي تشويحه وصدمه من كل الجهات، وهي مش هتاخد معايا سوا يعني 3-4 دقايق بالكتير هكون استوت، لان انا مقطعاها مكعبات صغيره، وكمان دي اساسا 3 شرايح صدور بانيه، فرقيقه هتستوي على طول. الفراخ عندي استوت، هطفي عليها وابتدي بقى اطبق الخطوات. هجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن، هحط كده معلقتين من الصوص في القاعه بتاع الصينيه، واحط عيش التورتيه. لو مش متاح ممكن عيش سوري، بس تقطعيه على نفس الاطار بتاع الصينيه، او كمان الخبز العربي اللي هو العيش الشامي. برضو هحط كده رق من العيش ورق من الصوص، طبقه كده وطبقه كده حسب الطبقات اللي انت عايزاها رقيقه ممكن تكتفي بطبقتين، بس انا بالنسبه لي هعملها ب3 طبقات او 4. طبقه تانية، والطبقه التالتة. اخر طبقه بقى هحط الصوص كله. بعد كده احط الفراخ على الوش. ممكن تكتفوا بكده، وانا بس هحط رشة موتزاريلا كنت مبقياها، ما كنتش حطاها في الصوص كلها عشان الخطوة دي، يعني حاجة اختيارية بس. طبعا انا مشغله الفرن عندي مسبقا، كل حاجة تقريبا مستوية. هدخلها بس 10 دقايق او ربع ساعة تاخد لون بسيط، وبعد كده اطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. لها بعد ما استوت، عايزه اقول لكم بجد ريحتها قلب المكان. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.